تعرض مركب صيد إلى مطاردة من قبل بعض المجهولين بعد أن خرج من ميناء يطبلبة في اتجاه الجرف، حيث فوجئ البحارة بدوي الرصاص الذي ألحق أضرارا مادية بالمراكب، وتعرض أحد البحارة إلى طلق ناري في أحد كتفيه. ميناء طبلبة البحري كما بدا هذا اليوم، مركبان للصيد عليهما أثر رصاص طلق ناري بعد تعرضهما إلى مطاردة في المياه الإقليمية من قبل مجهولين. الأضرار لم تكن مادية فحسب، بل شملت أيضا سلامة بعض البحارة. في هذه الغرفة أثار للطلق الناري أصاب أحد كتفي الرئيس كمال الخنيسي، نجا على إثرها من عملية موت محقق بعد نقله إلى مستشفى المهدية. احنا نخدموا فرد خدمه احنا والمالك، عرفتها بالذات البحر مش تاكل فارس، حبينا نحولوا شقيناهم ماشيين على اساس باش ناخذ شويه طعم باش نبدلوا الخدمه. هيك هو الراجل فلوك تقعد شرق منا بعيده، هيك هو طلب النجده وقفت وقلت تدخل وقلت وقف نشوفوا واش بيه بك ما يسحق شي حاجه. هيك هو دم قرب منا بسبب رافال كرتوش. أحداث هذه المغامرة كما يرويها البحارة انطلقت مع وصول مركبين للصيد إلى ما يعرف بالجرف، مكان يبعد 134 ميلا عن ميناء طبلبة و40 ميلا عن جزيرة مالطا. نخدموا هوني فجأنا فلوكة جات، فلوكة نعرفوهاش شنو فلوكة، ضربت لنا بكرتوش الحي، نقبت لنا الفلاك، ضربت تحت الحزام بالضبط، المطاردة هوني بالضبط، ومالطا بعيدة علينا هوني. وضربونا برشا كرتوش برا، رعب كبير ياسر، فيلم رعب. انا ماهمش بحاره يا قراصنه يا مجر ما ينجمش يكون بحاره يضرب الكرتوش. اموركم قانونيه في المياه، امورنا مريقله في الجرف، موثقه في اللوران، كل شيء موثق، حتى السلطات نتاع طبلبه مشكوره، خذاو كل شيء، خذاو الدنيا كله، عرفوا اللي احنا نخدموا في بلاصه قانونيه كل شيء. حالة من الفزع عاشها 12 بحارا على مدى أكثر من ساعتين لم تكن لتهدأ لولا صبرهم وأصرارهم على مواصلة طريق العودة، تعزز ذلك بتدخل وحدات الحرس البحري. تم توجيه خافرة سريعة باش تعرض المصاب، وتم نقل المصاب على متن الخافرة وادخاله الميناء المهدية، وتم نقله إلى المستشفى المهدية، وحاليا هو الحمد لله في حالة صحية لا بأس. بالنسبة للبحث مازال جاري الوقت الحالي، وكان فما تطورات نشوفها بالبحث. بالنسبة للهوية مازالت مجهولة.